الغربة والّا الجيش؟ أنهي تجربة أصعب، أو أنهي تجربة ممكن تحس بضغط وأنت بتمُر بيها؟ وأي حد مَر بالاتنين أو يمكن حتى مَر بتجربة واحدة منهم هيبقى فاهم شوية ليه بنتكلم على الاتنين دول تحديدًا، التجارب اللي ممكن نقول عليها في حياتك العملية أو الحياة بعيدًا عن الأسرة أو الارتباط أو الأصدقاء. والرابط ما بين الاتنين إن الجيش والغربة الاتنين بياخدوك من أهلك ومن أصحابك ومن روتينك ومن العالم بتاعك اللي أنت بنيته وكنت متعود على تفاصيله وعايشها، حتى ممكن يكون التفاصيل دي أوقات أنت بتزهق منها أو بتقول أنا اليوم متكرر أو اللي أنا فيه ده أنا مش راضي عنه، بس في الآخر دي تفاصيل أنت عايشها بشكل يومي، 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 30 يوم في الشهر، 365 يوم في السنة متكررين وأنت بتعمل نفس الحاجات، وهوب تدخل الجيش أو هوب تركب الطيارة. ده الرابط الأساسي ما بين الاتنين، الاختلافات كتير، بس بالنسبة لي التجربتين دول لو أقارن ما بينهم إيه منهم يكون أصعب، فبالتأكيد هيكون الغربة ومش الجيش، حتى لو حد هيقول إن ليه يعني الاتنين بياخدوك من حياتك ومن العالم بتاعك، بس الغربة في مقابل مادي، الغربة في قدر من الاختيار، في حياة، يعني بياخدك من العالم بتاعك لعالم تاني ممكن تتعود عليه بعد شوية، في تفاصيل، فيها مميزات، فيها عيوب، بس في الآخر في عالم، في حياة، لكن الجيش مفهوش، ده بياخدك علشان تعيش قواعد وقانون ونظام غريب عليك جدًا اللي هو الميري أو العسكري، مفيش مقابل مادي، مفيش حاجة بتعملها لنفسك، طب ليه الغربة أصعب؟ والله الغربة بالنسبة لي أنا أصعب علشان أكتر من سبب. أنت مثلًا خلّينا نبدأها من ناحية الجيش الأول، فترة التجنيد أو الخدمة العسكرية، أنت دايمًا بتقول أصعب حاجة فيها إن أنت ما بتاخدش مقابل مادي على سنة أو 2 أو 3 بيعدّوا من عمرك، أو مقابل مادي طبعًا فيه بس ما يستاهلش أو ما يساويش الوقت اللي أنت بتقضيه، بتقول إن حكم النفس عن نفس، بمعنى إن حد يقول لك نفّذ ولازم تنفّذ، والّا ده يبقى عصيان أوامر وتدخّل نفسك في مشاكل كبيرة أنت في غنى عنها، ده حقيقي. طيب ما الغُربة فيها كده، فيها حُكم النَفْس عن نَفْس أصعب من الجيش، لإن أنا في الجيش حتى لو اتقال لي أمر ومش عايز أعمله، في طُرق تتحايلوا عليه، واحد صاحبك يشيلك، تتظلِّم، تستعبط وبتمشي وكُلّنا عارفين يعني الدنيا بتمشي إزاي، لكن في الغُربة ما فيش تظلُّم، ما فيش استعباط، ما فيش حد هيشيلك، أنت لازم تعمل ده علشان أنت جاي هنا ليه، عشان الفلوس، فلو ما عملتش ده ما فيش فلوس، فبالتالي أنت مُجبَر. حتى لو إجبار داخلي. قناعتي أنا الشخصية إن الإجبار الداخلي أصعب كتير من الإجبار الخارجي، صعب كتير من إن يبقى في قوانين بتفرض نفسها عليك، القوانين اللي بتفرض نفسها عليك دايمًا في طرق للتحايل عليها، مش كلها بس أغلبها، ومش طول الوقت بس بعض الوقت، لكن القانون الداخلي اللي بتفرضه على نفسك هتروح منه فين يا معلم؟ فالغُربة قوانينها الداخلية هي بتفرض عليك حاجات ما بتعرفش تهرب منها، ففيها إجبار وفيها حكم نفس عن نفس. حتى لو النَفْس دي كانت نَفْسك أنت. موضوع المقابل المادي طبعًا ما فيش خلاف عليه، يعني إن هو بيبقى هدف من الغُربة وبيهوِّن حاجات كتير، لكن لمّا تحُطّه بس لوحده قصاد إن أنت بتتاخد من العالم بتاعك، قصاد الإجبار اللي بتُفرض عليه أو بتُجبر عليه، قصاد إن في مواقف صعبة بتعدّي عليك في شُغلك وبتتعامل مع ناس برضه بتبقى فاهمة ده، فبتتَّكي عليك، نَفْس المنطق. هتلاقي لأ، إن تجربة الجيش على الأقل أنت كنت بتاخد منها إجازة كل أسبوعين، كل 3، كل شهر. تجربة الجيش كان في إمكانية كبيرة إن أنت تعرف صحاب حقيقيين يحبوك وتحبهم وأنتم ما فيش منكم مصلحة، ما حدش يقدر يساعد حد من جوّه أو يخدم حد، يعني أنت أي عسكري معاك في الجيش فترة التجنيد أنت ما تعرفش تتوسّط له في حتّة، أنت آخرك يعني تساعده في أكل، في خدمة، في حوار هو فيه، لكن في الغُربة الناس بتعرف بعض عشان مصلحة،
ده هعرف عن طريقه ايه أو هاخد مكسب منه ايه، أو ممكن أحتاجه في شغل أو في سكن أو ياخدني معاه في مشوار أو بتاع. حتى لو بتعرفوا بعض بقالكوا سنين، بتشوف ده دايما أو هيجي موقف يكشف لك إن الموضوع أغلبه بيبقى معرفة. هستفاد منك ايه؟ لأن أنا موجود هنا سايب بلدي وأهلي والعالم بتاعي علشان أستفاد، مش علشان أعمل صحاب. حتى لو عملت صحاب ده هيبقى شيء هامشي أو عرضي، مش هو الأساس. عكس الجيش، مفيش حد دخل وقعد سنة أو أكتر إلا لما خرج بصاحب اتنين تلاتة فضلوا معاه طول العمر. وأنا أكيد منهم. وبعد 13 سنة تقريبا من الجيش أو 12 سنة لسه لحد النهاردة عندي صحاب قريبين جدا مني، كملوا أكتر من صحاب الدراسة والطفولة كمان. لكن بقى النقطة الأهم اللي تخلي تجربة الغربة أهون كتير من تجربة الجيش قصدي أهون من الغربة. مهما هنقول على مساوئ أو ضغوطات أو صعوبة تجربة التجنيد، مهما هنقول على مميزات تجربة الغربة، إن الجيش أنت كنت عارف آخره إمتى. الجيش بتبقى داخل وعارف أنا والله قاعد سنة، قاعد سنة ونص، قاعد سنتين، لو دخل ضابط احتياط قاعد 3، ولو في عمر يبقى سلام عليكم وأخرج وأرجع بقى إيه العالم بتاعي، العالم تاني هكونه وأبنيه. المهم أنا قاعد هنا عارف أخرج إمتى، بشكل تلقائي وطبيعي. تعدي المدة دي أسلم كل حاجة أنا خدتها من الميري وأرجع تاني لحياتي. لكن الغربة بقى كلنا بنسافر وبنقول إن إحنا هنقعد سنة 2 3، أظبط كذا أعمل كذا أجمع مبلغ معين وبعدين آخد خطوة لكذا، سواء لبلد تانية أو أرجع بلدي أعمل مشروع أو أقعد آه، مع الفلوس دي أصرفها أيا كان أيا كان. لكن مفيش ولا واحد الحسبة بتمشي معاه زي ما هي. في اللي بيرجع أسرع لأن الظروف مظبطتش معاه وتجربته كانت صعبة، وفي اللي بيبدأ يعد بالسنة والاتنين والتلاتة و10، وبعد شوية يقولك أنا هنا بقالي 20 سنة و30 سنة و40 سنة. والتجربة ما بتخلصش، ويوم ما بتخلص ما بتبقاش انت، ما بيبقاش العالم بتاعك اللي انت سيبته موجود أصلا، ترجع برضه الغربة تانية في بلدك. فالجيش أهون كتير من الغربة، لأنه أكيد في لحظة ما في وقت ما بينتهي.